السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل أرخص حاجة في السوق وبوصفة أو وجبة هتكفينا يومين، ده على حسب طبعا عدد الأفراد. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معاكم حلقات النهاردة. هنعمل إن شاء الله صينية بطاطس في الفرن بالسجوج وكمان مكرونة بالسجوج، طريقة لذيذة جدا. بنص كيلو هنعمل كمية كويسة جدا من صينية البطاطس وكمان في المكرونة. بس اهم حاجه لو حضرتك جديده معايا في القناه، اوعي تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. واتمنى كمان الفيديو يعجبكم وتديني لايك للفيديو. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم وصفتي النهارده. ومعايا ميه على على حسب كميه السجوج اللي عندي، وببدا في ميه مغليه بضيف السجوج وابدا اقلبه مجرد 10 دقايق. انا مش عايزاه يستوي، بس انا عايزاه يتشمع معايا. فطبعا انا كنت جاي اول ما جبت السجوج حطيته في الفريزر اتشمع كده قد نص ساعه، وبعد كده في ميه سخنه زي ما انتم شايفين مغليه بضيف السجوج وببدا اقلبه. ما تقلقوش يعني السجوج اللي قاطعه دي جايه من عند الجزار كده مقطوعه، بس الميه مش هتهريه ولا هتحصل حاجه، ده بالعكس هتقوي السجوج معايا. كده الميه دي انا اتخلصت منها وغسلت الطاسه وحطيت كميه زيت مناسبه. لو عندك سمنه بتضيفي نص معلقه، وبعد كده بتضيفي بقى كميه السجوج عندك وتبداي تقلبيه، او يعني مجرد اللي هو ياخد لون معاكي. زي ما انتوا شايفين انا كده بقيت رصيت كل كميه السجوج اللي عندي، وبعد كده قلبته كويس جدا. يعني اول ما بيديني اللون كده اللي هو المحمر ده ببدأ اقلبه على الوش التاني عشان هبدأ اضيفه في صينية البطاطس وفي المكرونة. هنا بقى كده بعد ما خد معايا اللون هبدأ ان انا اشيله على مصفى عشان يصفي الزيت بتاعه معايا. وبعد كده برضو هبدأ ان انا اعمل كمان وصفة في نفس الزيت، بس خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو. هنا عملت 3 بصلات وحمرتها، حطيت ملح وفلفل، واول ما صفت المية بتاعتها حطيت الزيت، واول ما اتحمر ضفت عليه شفشق ونص من الطماطم وعصرتها كويس جدا وتقطع على البصل اول ما اتحمر. وكمان كيس صلصه دوبته بشويه ميه صغيرين وضفته عليها وسبتهم على بقى على جنب كده يتسبكوا على النار. وهنا بقى حطيت توم، حمرت التوم في نفس الزيت اللي انا كنت بحمر فيه السجوج. وبعد ما اتحمر معايا التوم حطيت الفلفل معايا، وكمان عدد 2 من الطماطم. بعد ما قطعت الفلفل والطماطم حطيته مع الثوم بعد ما اتحمر هبدأ اضيف التوابل بتاعتي، عشان انا مش عايزه احط السجق مره واحده عشان ما يتهريش معايا وما اجي اكله في البطاطس يكون صحيح معايا مش مهري. هنا حطيت التوابل بتاعتي على الفلفل والثوم والطماطم. التوابل بتاعتي عباره عن حطيت مرقه دجاج، حطيت لورا مطحون او صحيح على حسب المتوفر عندك، وحبهان مطحون، وحطيت ملح، والملح ده بتظبطيه طبعا على حسب الرغبه، ورشه من فلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من الجنزبيل. لو عندك زعتر بتحطي برضو ربع معلقه صغيره، وكمان جوز الطيب، رشه من جوز الطيب بيديها طعم عالي جدا. هنا الطماطم بعد ما اتسبكت احط عليها البطاطس. والبطاطس كنت مقشراها ومقطعاها شرايح ومنقعاها في ميه فيها ملح. قشرت البطاطس وعملتها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده حطيتها في ميه وملح. انا اسفه. واول ما اتسبكت القوطه ضفت عليها البطاطس وقرن فلفل حار، ده عشان يعلي التست معايا ويديني نسبه شطه خفيفه. برضو انا مش عايزه الاكل تكون سبايسي عشان في اطفال هتاكل معايا. وبعد كده بضيف عليها كوبايتين من المرقه او الشوربه. لو ما عندكيش شوربه ولا مرقه ممكن تضيفي كوبايتين ميه على مرقه دجاج، برضو بتديها طعم حلو جدا. وبعد كده بضيف 3/4 الصينيه البطاطس اللي انا هقدم بيها، واضيف كميه السجق اللي انت عايزه تحطها في صينيه البطاطس، وتبدأي ترصي كمان صينية البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين الوصفة سهلة جدا مش متعبة خالص ومش هتاخد معاكي ساعة.
وكمان يعني الوصفة نفسها رخيصة، مش هتكون غالية. فالسجق متوفر، ممكن تجيبيه بلدي، ممكن تجيبيه جملي، ممكن تجيبيه مستورد، على حسب اللي متوفر عندك. حطيت كمية زيت مناسبة في حلة، حمرت فيها مكرونة تحمير. وبعد ما اتحمرت المكرونة صفيت الزيت، وحطيت السجق بالتتبيلة بتاعته او الخلطة بتاعته، وحطيت طبعا ما يعني ملح، وحطيت المرقة، حطيت كمية من الشوربة عندي، لغاية طبعا ما يغطي معايا المكرونة. وبعد كده بسيبها تستوي. اول ما تتشرب المية ببدأ ان انا اوطي عليها النار، واول ما تستوي بتبدأي ان انت تغرفي في اطباق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. الشكل بجد والطعم حاجة تاني، الطعم ده هيخليكي كده تروحي في حتة تاني. طعمها حلو جدا بالسجق، جربوها ومش هتندموا. وصفتي النهارده سهله ورخيصه ومش هتكلفك بأقل حاجه، يعني من الاطعمه ممكن تقدميها في رمضان وتكفي معاكي يومين على حسب عدد الافراد. بجد هتقدميها بكل سهوله وبأقل التكاليف، وكمان مش هتاخدي وقت. كان معاكم ايمان عرفة. اتمنى انتوا ما تنسوش تديني لايك للفيديو، كمان الاشتراك، وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. وكمان كل التوابل هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس لا ما تنسوش والنبي الاشتراك، وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه.